أهلا بيكم. النهاردة معانا صينية البطاطا الحلوة بالكريمة أو البشاميل الحلو. صنف أكيد احنا جربناه قبل كده، لكن النهاردة احنا هنعمله بطريقة مختلفة وإضافات جديدة. هنضيف عليه طبقة من البندق المكرمل. الإضافة دي حرفيا هتخلي طعم البطاطا دي مختلف عن أي بطاطا احنا دقناها قبل كده. تعالوا معانا النهاردة نشوف التفاصيل من حيث إعداد البطاطا أو كرملة البندق. كمان البشاميل اللي هيكون فيه خطوات كتير مختلفة عن البشاميل العادي. فيلا بينا نبدأ ونشوف أحلى صينية بطاطا ممكن تاكلوها. أول حاجة معانا هيكون تجهيز البطاطا. هيكون معانا كيلو من البطاطا اللي هنغسلها كويس قوي، وبعد كده نقشرها ونقطعها مربعات. الكمية دي كفت تقريبا صينية 20 في 20، فلو عايزين صواني أكتر من كده أو كمية أكبر من كده بس ضعفوا الكمية. بعد ما قشرنا البطاطا لمربعات صغيرة بنحطها دايما لما بنقشر البطاطا نحطها في مية، لأن البطاطا بتسود، فدايما نحط البطاطا واحنا بنقشرها في المية. في حلة على النار على درجة حرارة متوسطة بنضيف قطعة من الزبدة مع معلقة من الزيت. بعد كده بنضيف ليهم البطاطا المتقطعة ونلفهم كويس بحيث ان هما نحاول كلهم ياخدوا من الزبدة اللي موجودة في الحلة. بعد كده بنضيف معلقتين كبار من السكر. انا بحط سكر بني بس سكر ابيض عادي مفيش مشكلة. وبنضيف معلقة من الفانيلا ومعلقة من القرفة. انا هنا مش هضيف اي حاجة تانية، انا هسيب البطاطا كده هي هتنزل المية بتاعتها وتستوي فيها. طبعا انا هنا بعد ما غليت بهدي النار واسيبها بالراحة تستوي في النار دي. ممكن كل شوية بس اقلبها لحد اما احس ان هي اتسلقت خالص، فهي كده تبقى استوت. هي كده انا ما ضفتلهاش اي حاجة غير السكر والفانيلا وطبعا قطعة الزبدة، لا مية ولا لبن ولا اي حاجة. كده البطاطا بقت مستوية خالص، فابتدي اهرسها بشوكة بأي حاجة، المهم ان انا اهرسها كويس. هنعمل دلوقتي البندق المكرمل. معانا ربع كوباية من السكر، هحطهم على طاسة على درجة حرارة متوسطة. أنا هنا هكرمل السكر أو هعمل طبقة خفيفة من الكراميل. السكر محركهوش خالص إلا أما يبتدي يسيح بالطريقة دي. أبتدي أحركه جزء جزء، ما أقلبش الحاجة السكر كله على بعضه، لو قلبته على بعضه يحصل تكتلات. فإحنا لما نيجي نعمل كراميل كل حتة بحس إنها بتسيح أبتدي أحركها شوية بشوية، لأن لو سبته لحد ما يسيح بالكامل بيتحرق وبيمرر. فأنا كده ده أسلم حل للكراميل، نحركه جزء جزء. بعد ما الكراميل ساح بالكامل كده بضيف عليه حوالي برضو ربع أو نص كوباية من البندق على الكراميل، وابتدي احركه بحيث ان انا اغطي البندق بالكراميل كويس قوي. هنا انا حسيت ان ربع كوبايه كان قليل فزودت شويه، عشان كده بقول لكم من ربع لنص كوبايه، بحيث ان الكراميل لما البندق كله كده اتعمل بالكراميل وحطيت عليه معلقه من السمسم. هنا انا هطفي عليه واسيبه بس مجرد بس ما يهدى شويه ابتدي افرده، لانه لو لزق في الطاسة مش هيطلع فهو لازم نتحرك نتعامل معاه وهو لسه دافي او سخن. كده هو هادي شوية بس ما بردش تماما. هاخده بقى على فود بروسيسور وتكون السكينة بتاعته قوية شوية، لان هنا البندق بقى هارد جدا او ناشف جدا، فهنبتدي نطحنه بالطريقة دي.
وكده بيكون شكل البندق بالكراميل. الكمية دي كبيرة، أنا حطيتها في برطمان واستخدمت منها للبطاطا، بس ممكن نستخدم منها كمان لأي حلويات تانية بعد كده. ودلوقتي مرحلة تجهيز الكريمة أو البشاميل الحلو. هيكون معانا 4 مكعبات من الجبنة، ظرف أو باكت من الكريم شانتيه الباودر، 300 ملي من اللبن أو كوباية ونص من اللبن اللي هو الحليب، بالنسبة اللي مش مصر الحليب. كمان هيكون معانا نص كوباية من الكريمة، ولو احنا مش هنضيف كريمة فممكن نخليهم كوبايتين من اللبن ونضيف 2 ظرف أو 2 باكت من الكريم شانتيه، وربع كوباية من اللبن المكثف. وبرضو لو مش هنضيف لبن مكثف فإحنا ممكن نزود سكر شوية، لأن كده مفيش سكر تحلية فيه، وطبعا السكر برضو على حسب الرغبة. هناخد بقى كل الحاجات دي مع بعضها وبالهاند بلندر بنضربهم كويس قوي عشان الجبنة تمتزج وتدوب تماما، وده هيبقى اللبن اللي هنعمل بيه البشاميل، عشان كده بنقول ان البشاميل هيكون مختلف شوية. في حلة على نار متوسطة هضيف ليها قطعة من الزبدة ومعلقة من الزيت، وأدوبهم كويس مع بعض. بعد كده هحتاج معلقتين كبار من الدقيق وأحطهم في الزبدة. كده احنا بنعمل بشاميل. هي ممكن تكون زاوية الرؤية مش واضحة شوية، بس يعني أنا بعتذر لكده، بس إن شاء الله الخطوات تكون واضحة. هجيب بقى خليط اللبن اللي احنا كنا عملناه وضربناه مع بعضيه، اللبن مع الجبنة مع الكريمة مع الحاجات دي كلها، وابتدي اضيفه على الدقيق. ما اضيفهوش مرة واحدة، انا بضيفه على 3 مرات تقريبا. بضيف شوية واقوم مقلبة ومدوباهم كويس قوي مع بعض، واضيف الجزء التاني وادوبه والجزء التالت وهكذا. لو حصلت اي تكتلات واحنا بندوبه ممكن نتعامل معاها بالهاند بلندر او الخلاط. بضيف عود من القرفة لأن أنا مش عايزة أضيف بودر عشان اللون، وأقلب بقى الخليط كويس مع بعضي وأسيبه يسخن لحد أما يوصل لبداية مرحلة الغليان، وبعد كده أطفي عليه. برجع بعد كده بقى للبطاطا وهي كده هديت بعد أما اتهرست، وأضيف عليها بقى جزء كويس كده أو رشة كويسة من البندق المكرمل، وكمان بضيف عليها يعني معلقتين كبار أو كمية كده من البشاميل اللي احنا عملناه، وأخلطهم كويس مع بعض. في صينية زي ما قلت، الصينية دي مقاسها 20 في 20، وأدهنها بالزبدة. لو عايزين صينية أكبر فإحنا ممكن نضاعف الكميات سواء مرتين أو مرة ونص. وهنا هضيف البطاطا. الصينية دي زي ما قلنا خدت كيلو من البطاطا. بعد ما ضفت البطاطا ببتدي أفردها وأسويها قدر الإمكان، وأضيف عليها طبقة البشاميل اللي أنا عملتها. نضيف البشاميل ونسويه بحيث إن هو يغطي طبعا سطح الصينية بالكامل، وأضيف عليه بقى طبقة وفيرة من البندق المكرمل. البندق اما يدخل النار الكراميل ده هيسيح شوية. انا هنا هاخد طعم البندق والكراميل من غير ما اضيف تقل طبقة كراميل. لو حطيت طبقة كراميل كاملة هيبقى السكر زيادة قوي، هيبقى طعمها شديد قوي. هو هنا بقى فيه كراميل من غير كراميل، فعلا الطعم يعني خرافة، يعني بجد لازم تجربوه.
هاخد بقى الصينية دي واحطها على نار متوسطة أو فرن 180 لحد أما يحمر الوش بالشكل ده. هنا الكراميل ساح شوية فزي ما بقولكوا هو الطعم بتاع البندق فعلا لا مختلف وجميل الحقيقة يعني. هتاخد وقت قد ايه في النار؟ ممكن في حدود تلت ساعة أو نص ساعة، نخلي بس عيننا عليها عشان ما تتحرقش. وكده بقت جاهزة معانا للتقديم. طبعا بقطعها مربعات، أسيبها تهدى شوية عشان أعرف أتعامل معاها. لو قطعتها وهي سخنة مش هتبقى سايحة على بعضيها كده، لا نسيبها تهدى خالص وتبرد أو أتليست تبقى دافية يعني. ونقطعها بقى ونجهزها للتقديم. وأوعدكم إن انتوا هتدوقوا فعلا بطاطا مختلفة. فلو كنتوا معايا لحد دلوقتي فشكرا لكم جدا لمتابعتكم، وأتمنى فعلا إن انتوا تجربوها.